طلي حديد طلي يا شيخ. قائد تبع معمل خطاط الحديد البيض والشيخ مصطفى. طلي. راح ضحيتها الكثير من الضحايا، أعظمهم من النساء والأطفال والشيوخ الكبار، وحتى الآن لم يتم إحصاء العدد. هذا قائد حديد تبع من حماه، من معامل الحديد من حماه، من حماه. يا عرب اتقوا الله. في شيء إحصائي للعدد، عدد الشهداء؟ 85. 85. 75. معك الإعلام يا أخوي. إذا في إحصائي للعدد أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمير. 75 قتيلة في منزلة اليوم في 29/10/2014 الذي قام عليها مروحية النظام الإسرائيلي وليس السوري. ها هو النظام الإسرائيلي، الطيران الإسرائيلي، لأن الطيران الإسرائيلي يوجد عنده كرامة أكثر من بشار الأسد وفي الائتلاف في الخارج الذين يتآمرون على شعب سوريا، على أطفال سوريا وعلى أعراض سوريا وعلى النساء السوريات. أخي تحكي لنا شلون صارت القصة، يعني عالم قاعدي؟ أخي العالم الساعة 8:30 تماما قاعدين على الإفطار، الأطفال قاعدين على الإفطار عم يفطروا. حامى الطيران المروحي، حامى الطيران المروحي فوق المخيمات 3 مرات. ضرب أول موقع باتجاه الشرق، من الاتجاه الشرق، وضرب الحاوية الثانية في اتجاه الغرب. حسبنا الله. انظر، ها هو معامل الدفاع، معامل الحديد الذي يبيعونها الشعب السوري، مكابس الحديد الذي من بداية الثورة نقول لهم كفاكم بيع الحديد للنظام. هاي قذائف النظام يا أخي، أقل شيء قاموا يستعملوا القذائف هاي. انظر. هذه إحدى شظايا البرميل. هذا السلاح اللي عم يستهدف الأبرياء، هذا السلاح في دول العالم وين انظر في إلى قطاع اللحم يستهدف هيك أطفال. هذا السلاح تفضل معي. من هنا أنقاذ الأطفال. حسبي الله. هنا أنقاذ الأطفال الأبرياء الذين يموتون. كرر التعميم يا موحد، كرر التعميم يا موحد. انظر إلى قطع الأطفال، انظر يا أخي العزيز. ها هو قطع لحم الأطفال الذين يضربون بالبراميل. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم الذين قاعدين في الائتلاف ومن أموال المسلمون تسرقون. الله أكبر. حسبي الله.